عاد دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد وأتلتيكو مدريد سيلتقيان من جديد. مباراة الإياب من دور 16 ستكون في 12 من مارس عام 2025. ستلعب المباراة على ملعب متروبوليتانو في مدريد. مباراة الذهاب كانت حماسية للغاية. فاز ريال مدريد ب2-0 على ملعب سانتياغو برنابيو. سجل رودريغو وبراهيم دياز لريال مدريد، وسجل جوليان الفاريز لأتلتيكو مدريد. الأجواء ستكون مشتعلة. الفريقان يريدان الوصول إلى الدور التالي. هذه المباراة أكثر من مجرد لعبة، إنها صراع أساليب وفلسفات. ريال مدريد يلعب كرة هجومية. أتلتيكو مدريد معروف بقوته الدفاعية. التنافس بين الناديين شرس، كلاهما يريد حقوق المفاخرة في المدينة. ريال مدريد لديه الأفضلية قبل مباراة الإياب. التعادل سيكون كافيا لتأهلهم. الخسارة ب1 ستؤهلهم أيضا إذا سجلوا في مدريد. من المرجح أن يركز كارلو أنشيلوتي على الدفاع. سيحاول ريال مدريد ضرب أتلتيكو بالهجمات المرتدة. ريال مدريد لديه خبرة كبيرة في دوري الأبطال. إنهم أبطال النسخة الأخيرة. لديهم فريق مليء باللاعبين العالميين. كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش جميعهم خطرون. ومع ذلك سيكون ريال مدريد حذرا من أتلتيكو. فريق دييغو سيميوني معروف بروحه القتالية. سيكونون مصممين على قلب النتيجة. سيكونون متحمسين بشكل خاص للفوز على أرضهم. أتلتيكو مدريد يأمل في ليلة سحرية. سيكون ملعب متروبوليتانو حماسياً. سيخلق المشجعون أجواء صعبة. أتلتيكو يحتاج إلى تسجيل 2 على الأقل، كما يحتاجون إلى الحفاظ على نظافة شباكهم للفوز في الوقت الأصلي. دييغو سيميوني خبير تكتيكي. سيكون لديه خطة لإيقاف هجوم ريال مدريد. سيعتمد أتلتيكو على دفاعهم الصلب. سيبحثون عن ضرب ريال مدريد في المرتدات. سيقود جواو فيليكس وأنطوان غريزمان هجوم أتلتيكو. سيحتاجون إلى أن يكونوا في أفضل حالاتهم لاختراق دفاع ريال مدريد. معركة خط الوسط ستكون أساسية. سيحتاج كوكي وماركوس يورينتي إلى التحكم في الإيقاع. هذه المباراة مليئة بالنجوم. راقب بعض اللاعبين الرئيسيين. بالنسبة لريال مدريد، فينيسيوس جونيور يشكل تهديداً على الجناح. إنه سريع للغاية ويمكنه تسجيل الأهداف. بالنسبة لأتلتيكو، يان أوبلاك حارس مرمى عالمي. يمكن أن يكون هو الفرق بين النصر والهزيمة. معركة خط الوسط ستكون حامية. لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بارع في التمرير. سيحاول التحكم في اللعب. مهمة كوكي لاعب أتلتيكو مدريد ستكون إيقافه. قد تعتمد نتيجة هذه المباراة على هذه المعركة الفردية. من الصعب التنبؤ بنتيجة هذه المباراة. الفريقان لديهما القدرة على الفوز. من المتوقع أن تكون مواجهة حماسية ومثيرة.